عمرك سألت نفسك هو أنا شغفي إيه؟ يعني إيه الحاجة اللي فعلا ممكن تخليني أصحى من نومي مبسوط ومتحمس ومستعجل إن أنا أبدأ يومي؟ الحقيقة إن الشغف مش مجرد كلمة بنسمعها، ده الطاقة اللي بتحركنا. الشغف هو الشرارة اللي بتخلي حتى التعب ليه طعم مختلف. أي عربية عشان تتحرك بتحتاج بنزين، نفس الكلام بالظبط بالنسبة لنا. أي حد فينا محتاج يعرف إيه هو شغفه عشان يبقى عنده دافع إن هو يكمل في الحياة. هو ده اللي بيدي معنى وقيمة لحياتنا. رحلة البحث عن الشغف مش سهلة، بس كمان مش مستحيلة. والنهاردة هنتكلم عن إزاي نلاقي الشغف ده، وإزاي نحافظ عليه، وإزاي فعلا ممكن إن هو يغير حياتنا كلها. لو بتسمعوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في الشانل بتاعتي عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. أنا ياسمين وده ياسمين كورنر. بنسمع كتير ناس بتردد جملة أنا فقدت الشغف، أنا فقدت الشغف، لما يحبوا يقولوا مثلا هما كسلوا يعملوا حاجة أو حاسين بإحباط ملهمش مزاج يعملوا حاجة، فيقولك أنا فقدت الشغف. لكن الحقيقة إن الشغف معناه أعمق كتير قوي من كده. للأسف الناس معتقدة إن الشغف ده بيظهر فجأة كده، يعني ينزل علينا زي الوحي فجأة جالي الشغف. لكن الشغف أصلا انك تعرف انك بتحب الرسم او المزيكا او هواية معينة او عندك مهارة معينة بتكتشفها في نفسك من كل تجربة بتمر بيها في حياتك. كل تجربة، رحلة، موقف بيحصل، انا بكتشف في نفسي حاجة جديدة، بكتشف مهارات انا ما كنتش اعرفها عن نفسي. وده الطريق اللي بنعرف منه شغفنا. فدايما جرب وغامر وافتح لنفسك مجالات جديدة، اكتشف حاجات جديدة، اعرف ناس، اتعرف على مجتمعات، ثقافات، ومنها هتكتشف نفسك. يعني مثلا بنلاقي ناس شاطرة قوي في التصوير بالموبايل، فيجرب يصور بكاميرا بقى بروفيشنال، فيلاقي الصور طالعة تحفة ويكتشف ان هو مصور جامد قوي. مع الوقت بينسى نفسه، بيندمج قوي في التصوير والمونتاج والإيديت والكلام ده كله. فمن هنا اكتشف شغفه، لقى ان شغفه هو التصوير. خلاص هو كده عرف حاجة هيشتغل عليها ويطورها، ممكن تغير حياته كلها بعد كده. من هنا بقى بتبدأ نقطة ايه، ازاي الاقي شغفي. اكتشاف الشغف. جرب كل حاجة، متخافش من الفشل، افشل مرة واتنين ومليون وجرب تاني. الحياة كلها اصلا تجارب. يعني مثلا جرب اعرف ناس جديدة، اتعرف على تفكيرهم، هواياتهم، اهتماماتهم ايه، اتعرف على فن جديد، كتابة، تطوع، رياضة جديدة. كل ما تتعلم حاجة كل ما هتكتشف حاجة جديدة، كل ما هتوسع إدراكك ووعيك. طب أنا هعرف ازاي إن ده شغفي أصلا؟ اسمع إحساسك. الحاجة اللي بتخليك تنسى الوقت تماما وانت بتعملها وتندمج فيها قوي بالساعات والأيام، غالبا هو ده الشغف بتاعك. هي دي الحاجة اللي بتساعدك، بتحس فيها بالأمان والراحة. من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نكتشف نفسنا ونكتشف شغفنا ان احنا نخلي بالنا قوي من نقط القوة. في ناس شغفها بدأ من مهارة كانت عندها وطورتها مع الوقت، فركزوا قوي الحاجة اللي انتوا قوية فيها وشاطرين فيها. اسألوا نفسكوا دايما، لو انا معايا فلوس وعندي وقت وما عنديش قيود او حاجة تمنعني من اعمل الحاجة دي، ايه اول حاجة هتيجي في بالك انك تعملها؟ ايه اول مهارة او نشاط او حاجة هتعملها في الوقت ده؟ غالبا برضو ده بيكون شغف. وعلى فكرة مش ضروري ابدا ان الشغف ده يكون حاجة ضخمة ولا غالية، زي مثلا انا اكون حد مشهور قوي ولا حد غني جدا. لا لا لا، بالعكس الشغف ابسط من كده واجمل من كده. لو انت بتحب تزرع زرع في البيت مثلا، ده ممكن يكون شغف. بتحب تسمع الناس، انا شغفي ان انا جود listener مثلا، بحب اسمع الناس واحل مشاكلهم، فده شغف كمان. فممكن يبقى حاجات كتيرة قوي بسيطة، بس الفكرة ان هو ده الاهتمام، او باختصار الحاجة اللي انا بحب احط طاقتي فيها قوي واتسحل فيها بالايام والساعات. ده الخيط اللي انا ببدأ اكتشف منه شغفي. وعلى فكرة الشغف ممكن يكون اكتر من حاجة، يعني في شخصيات بتكون متعددة الشغف، وهتكلم عنها بالتفصيل في فيديو تاني. ساعات الناس تقولك كده صاحب بالين كداب، لكن بالعكس الشخص اللي هو متعدد الشغف ده ممكن يبقى شخصية ناجحة جدا. وفي ناس كتيرة معروفة عندها تعدد شغف وقدرت انها تنظمه وتنظم وقتها ويومها او تعمل زي جدول، وكانوا ناجحين جدا وعملوا كل اللي بيحبوه. فدي مش حاجة عيب ولا غلط، وهنتكلم فيها بالتفصيل بإذن الله. فانت ممكن تبقى في يوم من الأيام مصدر إلهام لناس كتيرة قوي
من كتر ما انت شغوف بحاجة معينة وناجح فيها وبتطور من نفسك. يعني مثلا تخيل ان انت بدأت تنشر كتاباتك على السوشيال ميديا او خواطر او قصص قصيرة او ايا كان، ولقيت ناس كتير قوي اتشدت للموضوع ده وبدأت تكبر وتنجح. فمن مجرد شغف او حاجة هواية واحدة انت قدرت تنجح وتغير حياتك بيها. تخيلوا بقى ان الشغف ده كمان ممكن يتغير مع الوقت. يعني مثلا ممكن اكون بحب حاجة النهاردة وشغوفة بيها ومهتمة بيها قوي، وبكرة مثلا خلاص انا عايزة اكتشف حاجة جديدة او اتعلم حاجة جديدة. فلان احنا طول حياتنا شخصيتنا بتتغير وتفكيرنا بيتطور او بنبقى ناضجين اكتر، تفكيرنا كمان بيتغير وذوقنا بيتغير. فطبيعي ان مع الوقت كمان الشغف يتغير او اهتمامنا يتغير. ده طبعا بيكون نتيجة بقى للظروف والتغيرات والتجارب اللي احنا بنمر بيها، فبيحصل تغيير. زي مثلا واحد من هو صغير بيحب قوي كرة القدم، عايز يطلع لعيب كرة مشهور، كل اهتماماته لعب الكورة. مع الوقت اكتشف ان هو اهتمامه حاجة تانية خالص، هو مهتم بالتدريب او التحليل الرياضي. التغيير طبيعي جدا، المفروض ان احنا نتقبله، ومهم قوي ان احنا منحبسش نفسنا جوه فكرة او قالب لازم اعيش فيه طول حياتي. من الصحي والضروري جدا ان انا ابقى منفتح، اتعلم ان انا يبقى عندي قابلية ومرونة ان انا اتعلم حاجات جديدة. مش معنى ان انا شاطرة مثلا في الخياطة ولا في الرياضة معينة خلاص انا حابسة نفسي فيها طول حياتي. عادي ممكن اتعلم حاجة جديدة، اجرب حاجة جديدة. فمع الوقت انا هفضل اتعلم مهارات كتيرة، يعني هبقى بغني نفسي. كده كده الانسان هيتعلم شئنا ام ابينا، هنمر بتجارب، هنمر بتغيرات وهنتعلم. فخلي عندك قابليه ومرونه، لان كده كده الواحد لو ما اتعلمش الدنيا بتحطه في مواقف غصب عنه بيلاقي نفسه اتعلم حاجه جديده او اكتشف حاجه جديده. احنا بنتعلم كل يوم حاجه جديده من يوم ما نتولد لحد ما نموت. طيب ازاي بقى نحافظ على الشغف ده عشان يستمر معانا لأطول وقت ومنحسش بملل وفتور وإحباط في حياتنا؟ ضروري ان انا ادرب نفسي على الالتزام. الشغف من غير ممارسة بيضعف، زي اللي بيحب مثلا يعزف، كل ما بيوقف لفترة طويلة بيحس ان هو خلاص فقد حماسه او حماسه قل قوي عن الاول. طب ازاي بقى احافظ على شغفي ان هو ما يروحش افقد حماسي؟ احاول دايما اجدد طاقتي، يعني دايما اتعلم طرق واساليب مختلفة ان انا اعمل بيها الحاجة اللي انا بحبها. مش لازم امشي على نمط معين وروتين ممل، لا عادي ممكن اتعلم حاجات جديدة في الموضوع ده. بحس ان انا اشجع نفسي ان انا افضل مستمرة عليها من غير ما اقطع خالص، لان فعلا بنحس باحباط ويأس لما نبطل الحاجة اللي احنا بنحبها. فمستحيل نلاقي حد مثلا شاغل وقته باكتر من هواية واهتمام او ليه شغف لاقي شغفه ويحس باكتئاب او ملل، لان انا طول الوقت شاغل نفسي وساحل نفسي في حاجة انا بحبها. انا بعمل الحاجة دي عشان انا بحبها. عايزين نشيل من دماغنا فكرة ان احنا بندور على شغفنا او بنعمل حاجة معينة عشان مستني تسقيف من الناس. بالعكس، الانسان اصلا نفسية، فانا بعمل كل ده عشان اكون سعيد، عايش في راحة وحاسس بامان. من الحاجات المهمة برضو اللي بتساعدنا ان احنا نحافظ على الشغف ان احنا نتكلم عن الحاجة اللي بنحبها مع الناس القريبة مننا اللي بتحبنا وبتسمعنا. يعني مثلا الوقت اللي هنتكلم فيه في اي موضوع اتكلم شويه عن الحاجه بحبها، عن اهتمامي قد ايه ان انا حابه اعملها اطور منها، اناقشهم في افكار مثلا جديده بفكر اعملها. كتر كلامي عن الحاجه اللي بحبها حتى لو صغيره في عين الناس لكن بتسعدني، ده بيرفع قوي من ثقتي بنفسي، فبالتالي بيحمسني ان انا اكمل فيها عشان احس بالنجاح كده والسعاده، مش مجرد ان الناس تسقف لي. حلو قوي ان الانسان يكون مستقل بذوقه ورأيه واهتماماته، مش لازم كل الناس تبقى معجبة بافكاري واهتماماتي. هو اي نعم انا ممكن فجأة يجيلي فكرة او اكتشف شغفي في حاجة معينة بسبب موقف او حاجة، او اصحى من النوم فجأة الاقيني ميالة قوي ان انا اعمل مهارة او حاجة معينة او اتعلم حاجة جديدة، فمن هنا ابدأ اكتشف شغفي. بس برضو ده مش كفاية، الشغف بيبقى محتاج صبر وشغل. يعني انا مثلا لو بحب الكتابة ما ينفعش فجأة اقوم اكتب رواية او كتاب كبير بافكار كتيرة وانا مش بدرب نفسي على المهارة دي. لازم كل يوم على الاقل اديلها وقت ولو صغير من يومي، اتدرب اطور من نفسي اغلط واتعلم كمان من اخطائي. هو ده اللي هيخليني جامد قوي في الحاجة دي. او مثلا لو حد بيحب الجري والرياضة ما ينفعش فجأة اشترك في ماراثون وادخل بقى السباق ومتوقع ان انا هكسب كل دول. طبيعي هقع، لان انا ما مرنتش نفسي ولا اهلت نفسي بدنيا ولا نفسيا، ولا اشتغلت على نفسي كل يوم واديت المهارة دي او الشغف بتاعي ده من وقتي. عشان كده الصبر والاستمرارية هو أساس نجاح أي فكرة في دماغك. يعني أنا لو مهتمة بحاجة واشتغلت عليها وطورت فيها مستحيل هزهق، مستحيل هيبقى عندي فراغ وملل في حياتي، مستحيل هحس ان انا ما حققتش حاجة او حياتي ملهاش قيمة ومعنى. فتخيل بقى الحاجة اللي انت بتحبها دي لما تشتغل على نفسك وتطور فيها وانت تحولها من مجرد فكرة لحاجة ملموسة وتنجح كمان فيها،
تخيل بقى حياتك هتتغير ازاي للأحسن. قبل ما اختم بودكاست النهارده حابة اسألكم سؤال ويا ريت تجاوبوني عليه في التعليقات. قولولي ايه الحاجة اللي لما بتعملوها بتحسوا ان الوقت بيجري من غير ما تحسوا، او جربت قبل كده تاخد بالك ايه هو شغفك او اهتمامك. شاركوني تجاربكم ويمكن ده يكون اول خيط يوصلكم لشغفكم الحقيقي. رحلة البحث عن الشغف مش خط مستقيم، مش وصفة جاهزة، هي رحلة مليانة تجارب ومحاولات، فشل ونجاحات، لكن في الآخر الشغف هو اللي بيخلي الحياة ليها معنى وبيخلي التعب يستاهل. فجربوا واستكشفوا وما تخافوش من أي تغيير، وخليكم واثقين ان شغفكم هيلاقيكم زي ما انتوا كمان بتدوروا عليه. والأجمل ان الرحلة نفسها مليانة دروس هتغير حياتنا وتفكيرنا للأحسن. وبكده نكون خلصنا بودكاست النهاردة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واستنوني في حلقة جديدة. وبفكركم لو حابين تختاروا موضوع الحلقة الجاية سيبولي في التعليقات.